السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. معاكم عبد الله إيهاب بدر. النهاردة إن شاء الله يعني هنتكلم عن الضمائر، وهديكم بعض النصائح عن إزاي الواحد يبدأ يتكلم لغة. يعني إيه الفرق ما بين التعلم وما بين اكتساب اللغة. نخش بس مباشرة كده على الموضوع بتاعنا النهاردة. هتكلم شوية عن حاجة اسمها understanding English pronouns، اللي هي فهم اللغة، فهم ضمائر اللغة الإنجليزية أو الضمائر الإنجليزية. طبعا أنا مش مظبط كل حاجة، ولكن بس ركزوا معايا. هو إيه الضمير؟ كلنا عارفين إيه الضمير، يعني لو أنت مش عارف ده شيء غريب. تمام. أنا مش بقلل منك، أنا بقولك إن المفروض إن أنت فاهم أو مستوعب إيه هو الضمير أصلا. تمام. ولكن ولنقل ان احنا يعني ايه، نجهل بعض الحاجات العلمية عن الضمير. الضمير حاجتين. هي كلمات بتستبدل الاسماء في الجملة. هنا ايه nouns، ده الاسم كلمة اسم بس بالنسبة للقواعد الجرامر. تمام. فيقول لك هو ايه pronouns are words that replace nouns in a sentence، يعني بتستبدل الاسماء في الجملة. يعني بدل ما بقول عبد الله، اللي هو انا عبد الله ألعب الكرة، بقول أنا ألعب الكرة أو أنا بلعب الكرة، بدل عبد الله بيلعب كورة، وبتكلم عن نفسي بصيغة الغائب. لا، فهو بيستبدل الايه الاسم. او مثلا بدل ما اقول احمد بيشرب مثلا ميه وعاوز اتكلم عنك، هقول انت بتشرب ميه. او بتكلم عن احمد معاك، هقول هو بيشرب ايه ميه. فانا استبدلت الاسم بالضمير. والحاجة التانية ان هو بيخلينا نتجنب اللي هو الايه التكرار. تمام. فمثلا انا عاوزكم بس تركزوا معايا. بدل ما اقول ماريا likes Maria's cat، هقول ماريا likes her cat. ده الاستبدال هنا اهو. انا بدلت اسم ماريا التاني اللي متكرر بضمير her cat. ده من صفات الملكية او possession adjectives. تمام. position adjectives. ننتقل بعد كده. عندنا انواع كتيره جدا من الضمائر. عندنا personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns و relative pronouns. هتستغرب ايه ده كله، صح؟ يعني اللي انا اعرفه مثلا ضمير الفاعل وضمير المفعول وضمير الملكيه، وده منطقي جدا. ولكن هم عندهم كلمة pronouns بتضم حاجات تانية كتير. الضمائر العاكسة زي نفسك ونفسك ونفسي والكلام ده كله. فهنخش على أول نوع خالص اللي هو ال personal pronouns. عندنا نوعين: subject pronouns و object pronouns. ال subject pronouns هي ضمائر الفاعل، وال object pronouns هي ضمائر المفعول. تمام. او المجرور او الايه المجرور. فنركز في الحته دي قوي. انا بحاول اقرب لكم العلم النحو او اللي احنا نعرفه في النحو بالانجليزي عشان نبقى فاهمين شويه. تمام. كلمه subject اصلا معناها موضوع الكلام، والاوبجكت هو الهدف والغايه. تمام. وهو اللي يعني ايه، هو الماده او الشيء اللي بنختبره حرفيا. انا الموضوع وانا بختبر المايك ده، فالمايك ده هو المفعول به، هو اللي بيستلم كل الافعال. فعلت به ما لم يفعل، يعني عملت فيه كل حاجه انا عاوزها. فاهمني؟ فده الاوبجكت. تمام. ده فقر التجارب. فالاوبجكت هو فقر التجارب بتاعنا، اللي بنعمل فيه كل الافعال اللي احنا بنعملها كفعلة كفاعلين. طبعا عندنا ضمائر الفاعل هي I و you و he و she و it و we و they. تمام. ومعانا الاوبجكت بروناونز. الاي كاوبجكت بروناون بتتحول لمي، يعني انا كمفعول به هبقى مي مش هبقى اي. نركز في الحته دي. يو هي انت هي ما بتتغيرش. هي بتبقى هم، شي بتبقى هير، ومعانا طبعا ات زي ما هي، وي بتبقى اس، واخيرا معانا they them. مش عاوز اطول عليكم. فمثال هنا كفاعل she is reading a book. هي تقرأ كتابا، هي بتقرأ كتاب. تمام. طيب مثال على ضمير مفعول به. هنقول I saw him. أنا رأيته هو. شايف هو ده اهي
اللي هو الضمير المتصل اللي هو يعود على المفعول به وفي محل نصب مفعول به، هو ده هو ده الضمير بقى. يعني هم ده هو رأيته، هو ده هي اللي هي عايدة عليه هو. حلو كده. انا طبعا المفروض ان انا معلمش بالطريقه دي، بس انا ايه، ب... بفك لكم الحاجه بشكل بسيط جدا وحاجه نفهمها يعني. حلو كده. طيب هندخل على حاجه تانية. انا مش عاوز ادخلكم على حاجات يعني تلخبطكم دلوقتي، احنا هنركز على الفعل والمفعول. واقول لكم حاجه حلوه قوي. شوف، طول ما انت قعدت تدرس الجرامر نفسه، قواعد اللغه، وتحشي نفسك مفردات، انت بتكتسب معلومات، ولكن في نفس الوقت انت ما بتكتسبش اللغة. لان انت مش قاعد بتسمع اللغة بطبيعتها. مش قاعد سايب عقلك اللاواعي اللي هو انت ما تقدرش تتحكم فيه، اللي هو بيفكر لك وبيستنتج لك الحاجات ده، آه، اللي انت ما انتش مركز معاها. هو ده اللي بيخليك تكتسب اللغة. فانا لو قاعد عمال اقول لك اي وهي وشي وات وي ويو وذي بيجوا كفاعل، انت لحد دلوقتي ما اكتسبتش اي جمله فيها الاستخدام ده بشكل طبيعي. هنيجي بقى نتكلم، هقول لك مثلا I've been working so hard on this project trying to repair everything and maybe produce something really good. انت فهمت اي حاجه؟ لا. او ممكن يعني على حسب. بس انا بتكلم عليك لو انت واحد مبتدئ في الانجليزي، انت بالنسبه لك ده كله كلام مبهم، مع ان انا قلت لك ايه هو الفاعل، بس بعد ما انت ما فهمت ايه هو الفاعل ما فادتكش بحاجه. غير ان انا مثلا لو قلت لك انت تقدر تجيب المفعول، طب انت عارف المفعول؟ لا. طيب هل انت متعود تتكلم كده؟ لا. طب انت متعود تسمع؟ لا. والدليل ان ودانك اول ما غريب عليها الموضوع ده، ايه اللي بيتقال ده، ايه التركيبات العجيبه دي. يعني مثلا لو قلت لك مثلا by the end of this lesson you will have understood the personal pronouns، ايه اللي انت فهمته؟ ما فهمتش حاجه، صح؟ لان انت مش عارف كل القواعد، ولو انت قعدت حتى تدرسها مش هتبقى حاضره في دماغك، لان انت مش اداه تحليل. يعني مثلا لو واحد غلط في المصري اللي انا بتكلمه ده، تمام، انت تبقى عارف انه غلط، بس انت كواحد مش متخصص في علم اللغة ودارس القواعد بتاعت اللغة المصرية او اللهجة المصرية، انت عارف انه غلط، بس انت مش عارف هو غلط في انهي قاعدة، او ايه القاعدة اللي كسرها للدرجة دي او الكلام ده، الا لو انت عندك علم. وبنسبة كبيرة برضو مش هتبقى مركز قوي، هتقعد بقى تسترجع الجملة وتحللها والكلام ده كله. أم اللي انا قلته ان انت بنهاية، انا هترجم لك الحتة الاخيرة دي اللي هي by the end of this lesson you will have understood personal pronouns. حرفيا دي معناها بنهاية الحصة دي انت هتكون فهمت. شوف، هتكون وفهمت في التركيبة دي. ده اسمه على ما اذكر الفيوتشر future past perfect. لا، الفيوتشر بريزنت بيرفكت تقريبا. انا اشوف اهو، انا دارس قواعد ودارس جرامر وكل حاجه، بس انا مش عارف استرجعها في دماغي مع اني فاهم القاعده وهقعد اقدر احللها لك. فبالتالي اللي انا اقصده ان احنا مش ممنوعين ان احنا ندرس القواعد او الجرامر، هيسهل علينا حاجات طبعا، ولكن مش معناه ان احنا تحصلنا على حاجه، مش معناه ان احنا اكتسبنا حاجه. الاكتساب بيجي زي الطفل بالظبط، نستمع كتير، وخصوصا الاستماع ده يكون بالتمثيل. يعني ايه بالتمثيل؟ ده حاجه اسمها comprehensible input، انا اتكلمت عنها قبل كده، ارجع للفيديوهات بتاعتي. هو من الاخر كده، انت شايف واحد بيمثل حاجات بسيطه قدامك اللي هي اساسيات بدايه تعلم اللغه عند اي طفل. لما انا اقعد اقول له بابا اهو، ماما اهي، فهو اكتسب في دماغه ايه؟ ان انت بتقول بابا اهو، فهو خد الجمله دي وطبقها ان لما تشوف ده بابا. تمام. بس ايه، ملاحظه كتير واستماع كتير، بعد كده بيبدا يطبق
وبداية تطبيقه زي بداية تطبيقنا لأي لغة لسه بنتعلمها. تمام. بنبقى يا عيني، انا عاوز بس ارجع للفيو كامل. بنبقى كل اللي احنا قادرين نقوله مثلا مي او I good، يعني بدل ما اقول مثلا I feel good I good، انا مش عارف اقول feel اللي هي اشعر، بس انا عارف I وعارف good. فنفس الفكرة مع الطفل، هيشاور على بابا مش هيقول ده بابا، هو هيقول بابا. لغى كلمة ده لانه لسه مش متعود على كل حاجة. مثلا يقول لك مثلا فوق. فوق، قال لا ايه فوق دي؟ ما ممكن يقصد مثلا بيها السماء، او يقصد بيها فوق اللي هو فوق ده، او شيلني فوق. ده طفل صغير مش عارف يعبر لسه، بس هو فاهم. هو فاهم، هو بس ما عندوش القدرة انه يعبر. هي نفس الفكرة معانا، واحدة واحدة. انا كنت بادئ والله ما بعرفش اقول كلمتين على بعض، واحدة واحدة، وقعدت ارمي نفسي مع الناس وابص هنا واسمع هنا واقعد احلل بالقواعد واللي انا فاهمه، واربط بالعربي، واقعد امثل لنفسي واشوف اللي قدامي، احط لنفسي طريقة بتسهل عليا التعلم. ان شاء الله انا هحاول اعمل لكم الفيديوهات دي بس بطرق يعني علمية اكتر او منظمة اكتر. انا والله بحاول يعني ايه اديكم معلومات كده بسيطة تفتح لكم الدنيا شوية. ابحثوا عن comprehensible English. تمام. ده هيديكوا انجليزي for beginners، المبتدئين، comprehensible English for beginners. فيديوهات والله حرفيا لو انت لقيتها المفروض ان هي عبارة عن ايه؟ صورة قدامك مثلا لقطة، فيقول لك مثلا ايه this is a cat. what is this? this is a cat. فلما يشاور لك يقعد كل شويه يسالك السؤال ده، وبعد كده يقول لك this is a cat، وبعد كده صوره تانية الكلب فيقول لك this is a dog. انت بتستوعب من غير ما يقول لك كلمه عربي، هذا يكون او هذا كلب او هذه قطه على حسب اللي هو بيشاور عليه، فتفهم ان هو كده بيعرف لك الحاجه. ودي طريقه تعريف بالانجليزي، وده السؤال بالانجليزي what is this. تمام كده. دوروا على الكومبريهنسبل انبوت، هينفعكم جدا، هيسهل عليكم حاجات. وبعد كده اعملوا حاجه اسمها الشادوينج. ايه هو الشادوينج؟ الشادوينج هو تكرار بالظبط. كرره بالظبط. انت بتمثل نفس الشخص اللي قدامك. هو قال مثلا oh man I don't know what to say، قولها زيه بالظبط، لان ده موقف وده شعور وده وضع، غير مثلا يقول لك oh man I don't know what to say. ده حاجه ودي حاجه. تمام. يعني النبرة نفسها بتفرق في السياق والاستخدام. فنفس الفكرة، ده الشادوينج. قلده بالظبط، هتفهم السياق وتقلد بالظبط. انت كده بتعمل زي ما الطفل بيعمل. هو بيقلد اللي قدامه وبيستوعب وبيشوف وبيلاحظ وبيخرج بعد كده. مش عاوز اطول اكتر من كده. اتمنى يكون الموضوع عجبكم. لو اي ملاحظات او اي معلومات ناقصاكم او نفسكم تسالوا اي سؤال، اتفضلوا في التعليقات. انا مرحب بيكم جميعا طبعا، يعني ما اقدرش اقول لكم لا. أم، وبس كده، اشوفكم على خير. وان شاء الله يعني بعد ما اخلص البرزنتيشن ده عن كل الضمائر هنزل لكم حلقات حلوة عنها، هنزل لكم حلقات تانية عن القواعد التانية، وهحاول على قد ما اقدر اخلي المحتوى الجديد برضو يكون comprehensible input، بحيث ان انتوا تكتسبوا لغة جديدة مش تتعلموا اللغة. انا مش عاوزكم تدرسوا مادة وتقول لي ان اللغة الانجليزية يأتي فيها الفاعل قبل الفعل على عكس اللغة العربية فان الفعل يأتي قبل الفاعل في الطبيعي. انا مش عاوز انا الكلام ده، انا عاوز بقى نبدأ نتكلم. وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.